السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي وإخواني. كي دايرين مع الصحة؟ تنتمنى يا ربي دائما تكونوا بألف ألف خير، ودعوة ورجاء بأن الكل ينتبه على نفسه، سيرتو في هذه الفترة هذه ديال الحجر اللي تعاود عاوتاني تزاد في البلاد ديالنا. تنتمنى يا رب يرفع علينا هذا البلاء ويقي جميع الأمة الإسلامية من أي مرض ومن أي وباء. بالنسبة للوصفات ديال اليوم، فهي وصفتين ديال الكروكيطات بالأرز مختلفين، تيجيو لذاذين صحيين لوليداتنا، وكذلك فيهم طاقة وفيهم منافع للجسم ديالنا. وكذلك هاد الشوربة اللي أكثر من رائعة، لذيذة بزاف، سيرتو بالمكون اللي غادي نضيفوه ليها. سورتو دابا حنايا في هذا الفصل ديال الخريف، الجسم ديالنا محتاج كما قلت للطاقه، لاي حاجه تحمينا من اي امراض وتدفي لنا الجسم ديالنا لحنا وليداتنا. وحنا تنعرفوا لي سوب كلهم منافع، فتنتمنى يا رب هاد الوصفات هادو يعجبوكم وطبقوهم لوليداتكم. صراحه لذاذين، وممكن اللي ما عندهاش الوقت راه ديرهم بكميه وفيره. تنوع في الخضروات، تنوع في اللحوم اللي غادي نضيفو فيهم، وديرهم في المجمد، وكل ما تبغيهم تجبدهم وتقليهم لهم احسن ملي تنشريو داك لي كروكيت جاهزين. فبالنسبه للسوب كذلك، فوليداتنا كاينين بعض الخضروات ما تيكونوش مولفين ياكلوهم، فاحنا نقلبوا على شي طريقه باش نوظفوهم وياكلوهم لينا. وتنتمنى منكم مشاهده الفيديو من الاول الى الاخر ان شاء الله. فحنايا المقادير اللي غادي نستعملو في لاسوب، فغادي ناخذ الكميه اللي غادي تكفيني من البسباس، وعندي كذلك واحد 3 ديال الحبات ديال البطاطا مقشره ومقطعاهم، عندي بصله وحده مقطعاها انصاص، عندنا واحد المعلقه ديال الكرافس، عندي الهيل والابزار، وعندي هنايا الملحه، دريس ديال الثومه، وعندي معلقه ديال الزبده، وعندنا العنصر المهم وهو زعفران شعره، زعفران الحر شعره، وعندنا تمايا البوارو، وواحد العويدات ديال السيبولات، وعندنا زيت البلديه. دونك السيبولات فهي تتبقى اختياريه، اللي ما عندهاش فما ماشي مشكل. فبالنسبه للبسباس تنجيبوه وتنقطعوه على 4، وتنحاولوا نغسلوا الداخل ديالو لانه تيكون عامر بالتراب، لا هو لا البوارو. فتنجيبوهم تنقطعوهم على 4، وديك الغصينات ديالهم داخل تنغسلوهم مزيان مزيان. دونك عندي الطنجره غادي ندير فيها الزبده، وندير فيها الزيت البلديه ديالي، وغادي ندير البصله والثومه وداك البوارو ولي سيبوليت، وغادي نقليهم بهذا الشكل هذا فوق البوط. ماشي غادي يدبالوا ليا، غير غادي نقليهم مزيان، ومن بعد غادي نضيف عليهم الكميه ديالي ديال البطاطا والكميه ديالي ديال البسباس. مثلا درنا 5 ديال البسباسات، فغادي ندير غير 2 ديال البطاطات صغارين او غير وحده كبيره. نغلبوا البسباس على البطاطا. فاحنا البطاطا علاش درناها؟ هي باش تعطينا واحد القوام لاسوب، باش تعطينا واحد الختوريه، لان البطاطا فيها النشا. هادشي علاش. دونك من بعد ما قليتهم كاملين، فاحنا ضفنا الملحه والابزار والكرافس، كذلك احنا شحرناه في الاول، وغادي نضيف الماء الكافي ديال لاسوب ديالي. دونك الماء دائما البنات في لي سوب منكتروش من الماء وتجينا داكشي ميص وباسل. فحنا نضيفوا الماء الكافي لينا غيطيب لينا، وغادي نطحنوه ويجينا كافي لعدد الافراد الاسره. دونك بعد ما نشوف الخضره ديالي طابت، غادي نضيف الزعفران شعره ديالي، غادي نقسمو على 2، غادي نضيف شعيرات اللواليه باش يطلقوا لي البنه والنكهه، وداك الهيل اللي تيبقى اختياري، وغادي نخليه يزيد يغلي، وغادي نحيدها وغادي نطحنها. فهنا اللي بغات تصفيها، واللي ما بغاش تصفيها تخليها هكا كريميه. وغادي نضيف عليها نصف علبه ديال لا كريم ديال الطبخ، وهنا تبقى لك لا كريم نتيا والذوق ديالك، بغيتي تضيفيها كلها ديال 200 غرام او تضيفيه النصف ديالها. بالنسبه للهيل اللي ما توفراتش عليه، او اللي ما لقاتوش، او اللي ما عندها الكوزه في الدار، ممكن تحك واحد الحكه ديال الكوزه او بلاش. فهنايا من بعد ما ضفنا الكريمه، فاحنا خليناها فوق البوطه زادت غلات، وغادي نقدموها بالصحه والراحه مع طريفه عاوتاني شعيرات ديال زعفران شعر. بالنسبه للكروكيت النوع الاول اللي غادي نديروه،
فحنايا غادي نحتاجو الكميه ديال الكفته ديال الدجاج او اي كفته بغيتي. عندنا واحد زليفه صغيره، هاد العبار هذا تقريبا 150 غرام ديال الرز. عندي هنايا جوج فليفلات ماشي خضرين، يكونوا كحمراء اورانجيه. عندي بصله وعندي بوارو وعندي كذلك الملحه والابزار وعندي سكينجبير طري وعندي التوابل ديال الدجاج او ممكن تستعملي كنور، تومه وبصله غبره، وعندنا الابزار وعندي كاوكاو اللي محمر كونكاسي في الفران، وعندنا شويه ديال الربيع مقرض، وعندنا زيت البلديه، وعندنا كذلك صوص نيوكمان. دونك هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. دونك اول حاجه الرز غادي نغسلوه البنات وغادي نديرو يتسلق ليا فوق البوطه حتى ينشف. هذا الرز اللي معجن، من بعد ما غادي ينشف ليا ويطيب غادي نديروه في واحد البول وغادي نضيف عليه الاضافات كاملين. دونك غادي نضيف عليه الدجاج خضر، فلفله مقطعه مربعات، داك البصله مشلضه، ضريس ديال الثومه، البوارو، الربيع مقرض، وغادي نضيف صوص نيوكمان، وغادي نضيف كذلك سكينجبير طري والتوابل اللي ذكرناها كامله. وهنا غادي نمشي بواحد البلونجور وغادي هي نبلونجي واحد شويه، يعني بحال تنمعك داك البصله اللي باقا خضراء والفلفله وكل شيء حتى يندمج ليا كاملين، وغادي نعرك بيدي من بعد. وهنا تنضيفوا واحد جوج معالق ديال المايزينا، وعاد غادي نضيف ديك الكاوكاو اللي عندي محمر. هنا على الطريقه اللي خديت، هنايا ممكن نتيا تكوريهم كوار او ديريهم كما بغيتي. يعني هذا الخليط هذا ممكن تغطيه وديريه في الثلاجه، فهو غادي ياخذ لا تكستور ديالو وغادي يجمد معاك، وممكن تشكلي كما بغيتي. فانا جبتي هذه الحصيره هذه بحال ديال السوشي تتباع المونين الواني ب5 دراهم، ودرت لها السلوفان ودرت داك الرز بديك الطريقه طوليه ولفيته بديك الطريقه باش جابوني لي بودا مقادين. يعني كل ما تتزيريه عندك تيجيك مقاد، وتندخلو الكونجيلاتور يجمد ليا، وتنقطعوهم هكا صبيعات صغيورين تيجوني نفس التقده ونفس الحجم، وتندوزهم في البانيور اللي هي بيض وطحين ولا شابيور دو فوا. ومن بعد تنقليهم في الزيت، تنبقى نقلب فيهم وانا تنقلب في كل جوانب باش كلهم يطيبوا ليا طيبه وحده. ما ننساوش بان عندنا دجاج خضر، بصله باقا خضراء، فهنا تيجي واحد المذاق البنات رائع جدا جدا ديال الدجاج والفلفله وداك سكينجبير طري. يعني ما نقولكمش الروعه ديالو. انا اللي باغا تحتفظ فيهم بالمجمد، يعني منين نديروا لهم لا شابلور ما نقليهم ما والو، ندخلهم المجمد يجمدوا لينا ومن بعد نحتفظوا بهم. بالنسبه لي كروكيت التانيين اللي غادي نصوبوا فيهم عجين ديال الرز وعاد غادي نعمروهم، كاين اختلاف. فاحنا في المقادير شنو غادي نحتاجو؟ كاي اول حاجه عندنا دائما يعني العبار ديالك ديال الرز، فانا هنا عندي تقريبا 150 غرام ديال الرز، وعندي واحد حبه كبيره ديال البطاطا مقشره مقطعه هكا مكعبات. عندنا كذلك هنايا الكفته ديال الدجاج اللي بغيتي كما تنقول اي نوع ديال الكفته. عندي هنايا بصله مشلضه، وعندنا لي زيبينار، معلقه او جوج معالق ديال مايزينا، وعندي الملحه والابزار والخرقوم، وعندي الثومه، وعندي التوابل ديال الكوري، وعندي القرفه، وعندي معلقه ديال الزبده وزيت البلديه. دونك هادو هما المقادير اللي غادي نحتاج. اول ايطاب غادي نديرها، غادي ناخذ كاسرونه، غادي ندير داك الرز ديالي اللي غسلته بطبيعه الحال، وغادي نضيف عليه بطاطا ديالي اللي مقشره ومقطعه هكا مكعبات، وغادي نضيف عليها الملحه، وغادي نضيف عليها شويه ديال الابزار، وغادي نضيف عليها كذلك معلقه كبيره ديال الخرقوم، ومعلقه ديال صغيره ديال القرفه، ومع ديك جوج معالق ديال مايزينا. وغادي نضيف الماء غليان، وهنا ضفت واحد قطيره ديال الزيت باش نخلي داك الخليط يعني ما يتلصقليش مزيان في القاع ديال الطنجره. ضفت الماء غليان، وهذه غادي نديوها فوق البوطه نخليوها طيب لينا حتى يعني شنقول لك تعجن فوق البوطه بالمزيان. فهنايا تنوريكم راه تطيب على مراحل،
وديك النكهه ديال القرفه وديال الكركم او ديال الخرقوم تتجي رائعه. انتما تتشوفوها. فهنايا راها باقا ما نشفاتليش من الماء، فانا نخليها حتى ما تبقى حتى قطره ديال الماء ويزيد يتعجل ليا داك الخليط. دونك في واحد المقله غادي ناخذ الكفته ديالي والبصله، وغادي ندير الزبده، غندير البصله، لي زيبينار، الملحه، الابزار والتوابل ديال الكوري. وهنا الكوري ممكن ديروا توابل الشاورما او اي توابل ديال الدجاج ديال اللحم اللي بغيتو. وغادي ندير فوق البوطه يتشحر لي كلشي بالمزيان حتى تنشف ليا. فهنايا انا ما بغيتش البصله نشحرها هي الاولى حتى تدبل لي، فانا بغيت نبقى داكشي هكاك باين. فهنا قبل ما تنشف لي غادي نضيف واحد جوج فرماجات اختياريين. حتى الكوكيطات الولاء ممكن نضيفوا فيهم الفرماج الا بغيتو، فهما ما محتاجينش حقيقه. من بعد البنات الروز ما تعجل ليا ونشف مزيان، فانا غادي نجيبو، غادي نضيف عليه شويه ديال السودانيه اختياريه، وغادي نضيف عليه تقريبا واحد 100 غرام في هذه الكميه اللي عندي ديال السميده رقيقه، وغادي نطحنو. دونك هنايا في هذه العمليه ديال الطحين الا طحنتي وشي بدا تيجرالك الخليط ديالك فممكن تزيدي من بعد السميده. فانا هنايا ضربته بديك جوج ضربات بديك الماكينه وحبست وكملت العجين بيدي باش ما جراليش الخليط. فانا بغيتو كالعجين بحال الشكل ديال السميده ديال اللي تنديرو بها الحرشه. فهنا تناخذ كويره بمساعده ديال الزيت وتندير الحجم في يدي وتنعمرها بالحشو ديال الدجاج وتنخرج منها هذا الشكل هذا اللي تيكون بيضاوي على هذا الشكل هذا، او ممكن ديروه كويرات او صبيعات، تيبقى لكم اختيار ديال الكروكيطات كي بغيتو ديروه. تناخذوا الزيت وتنديروه يسخن وتنحطهم وتنقلقلي من جميع الجوانب، يعني ماشي تنخليه جنب واحد حتى يتحمر وعاد تنحيد، تنقلي وتنقلب باش يتحمر ليا كلشي ويطيب ليا، يعني جميع الجوانب يكونوا طيبين. فصراحه صدقوني يعني لا سوب ولا لي كروكيت هادو تيجيو يعني هكاك يعني مفزقين لذاذين بزاف مع لي صوص او غير بوحدهم. نتوما تشوفهم ماشي ناشفين. فتنتمنى الوصفات يكونوا يعجبوكم.